بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إحصائيات للأهلي في تاريخ الكرة المصرية. أول بطولة الأهلي سنة 1948-1949 فاز بها النادي الأهلي، والأهلي يحتفظ برقم قياسي في هذه البطولة بعدد 45 مرة. والزمالك فاز بأول بطولة له في الدوري المصري 1959-1960 في وجود عبد الحكيم عامر. والزمالك فاز باللقب 14 مرة. الإسماعيلي فاز باللقب 3 مرات، وأول موسم له كان 1966-1967. الترسانة لقب وحيد 1962-1963. الأولمبي لقب وحيد 1965-1966. المقاولون العرب لقب وحيد 1982-1983. المحلة لقب وحيد 1972-1973. ومن الإحصائيات في الدوري، أكتر فريق حصل على الوصيف في الدوري المصري الزمالك المصري 34 مرة. والإسماعيلي حصل على أكتر فريق يحصل مركز الثالث 17 مرة. ثم أيضا أكتر فريق من الإسماعيلي هو نفسه حصل على المركز الرابع 11 مرة. المصري أكتر فريق يحصل على المركز الخامس 8 مرات. وفي أول موسم كانت عدد فرق المشاركة 11 فريق، وهداف البطولة كان محمد عطار ب15 هدف، وهبط فريق الترام من 11 فريق. والأهلي بترتيبه كان الأول، لعب 20 مباراة، 13 فوز، 3 تعادل، 4 هزيمة، له 48 هدف وعليه 3 أهداف و29 نقطة. كان يليه الترسانة في المركز الثاني، ثم الإسماعيلي الثالث، ثم المصري في الرابع، ثم الملك فاروق أو النادي الفاروق في المركز الخامس. وفي هذا الموسم الأولاني لعب الإسماعيلي مع الترسانة